لو عمرك ما صممت قبل كده أو حتى ما فتحتش فوتوشوب، الحلقة دي هتفتح لك باب جديد للربح من الإنترنت. النهاردة هنتكلم عن موقع كانفا، وده مش بس موقع تصميم، ده أداة هتخليك تعمل تصاميم احترافية في دقايق، تقدر تبيعها وتشتغل فريلانس حقيقي حتى لو ما عندكش خبرة. في الحلقة دي هشرح لك ازاي تستخدم كانفا خطوة بخطوة، ازاي تحول التصميمات دي لمصدر دخل. يلا بينا. هنروح على موقع كانفا علشان نشوف ازاي نعمل تصميمات ونبدأ نكسب منها. هنختار نوع التصميمات اللي احنا عايزين نشتغل عليها، هنلاقي فيه تمبلتس جاهزة احنا نقدر نعدل عليها، والموضوع مش هياخد معاك 5 دقايق حرفيا، واحنا ممكن نعمل حاجات كمان علشان نغير في الألوان وفي النصوص وكل الكلام ده. تعالى نجرب على حاجة، ممكن مثلا نختار حاجة من الحاجات دي. بما إن دلوقتي داخلين على بداية السنة الجديدة وداخلين على بداية حجز الدروس والكلام ده كله، فإحنا ممكن نستغل الموضوع ده ونبدأ نعمل تصميمات شكلها حلو، ونبدأ ننزلها على صفحتنا على فيسبوك أو الأكونت بتاعنا على فيسبوك وعلى واتساب، ونبدأ مثلا ننشر في أي مكان في معارفنا وقرايبنا وأصحابنا والكلام ده، علشان يبدأ مثلا الناس المدرسين اللي عندنا تشوف إن إحنا بنعمل تصميمات والكلام ده. ممكن برضو نروح على جروبات المدرسين، نبدأ برضو ننزل لهم الديزاينات دي، إن إحنا نعمل تصميمات وإن شاء الله يجي لنا شغل ونعرف نكسب من الموضوع. طيب هنعمل إيه؟ مثلا إحنا عندنا التصميم ده هنبدأ نعدل عليه، مثلا ممكن نعدل على الألوان أولا، ممكن نختار مثلا لون تاني، ممكن نختار اللون ده، واللون ده برضو ممكن نغيره، ممكن مثلا نختار ده. تمام. طيب ممكن بعد كده مثلا برضه نغير ألوان دي، نغير الاسم مثلا هنا. تمام. طيب نكتب هنا الرقم ونكتب كل الكلام ده، أي حاجة، إحنا بنكتب أي حاجة بس أنا بوريكم الفكرة. طيب هنا كمان أصلا ممكن نغير الشخصية دي، علشان مثلا لو ما حد التصميم بتاعنا ما يكونش مكرر أو ما حدش يلاقيه في مكان تاني، يعني ممكن نشيل الشخصية دي خالص. هنروح على حاجة اسمها ماجيك ميديا تحت. تمام. انا خدت برومت من تشات جي بي تي، تمام، طلع لي الصور دي. تمام. بس هي فيها بعض الاخطاء في الكتابه باللغه العربيه، فاحنا ممكن نعدل في البرومت ان احنا مثلا نشيل كلمه اللغه العربيه دي، او نقول لتشات جي بي تي مش عايزين اي نصوص باللغه العربيه في الصوره. طيب هناخد الصوره دي نحطها هنا مثلا، بعد كده نرجع على الكلمه اسمها ريموف او باك جراوند ريموفر، ندوس عليها كده شلنا الخلفيه. نختار الصوره، ممكن نكبرها شويه بس كده. طيب برضه ممكن نرجع نغير الألوان تاني بعد ما حطينا الصورة دي. تمام. ممكن ناخد من ألوان الصورة دي نفسها، ممكن نحط هنا رمادي مثلا، نحط هنا اللون ده، لا مش حاسه حلو، ولا ده برضه، كده ممكن. تمام. بس أنا يعني بفضل التصميمات بتاعت السوشيال ميديا دي تكون مثلا بألوان أفتح كده شوية، عشان يكون شكلها ملفت أكتر. تمام. مش شرط يعني، بس أنا بدي لك أفكار وأنت ممكن تدور وتعمل حاجات أحسن من كده بكتير. طيب ماشي، ممكن نغير أصلا التصميم، ممكن نغير حاجات تانية في التصميم، ممكن مثلا حاجة زي دي ممكن نشيلها خالص مثلا. تمام. نروح هنا مثلا على شيبس مثلا، ممكن نجيب مثلا حاجة زي المربع ده. أنا بوريك فكرة إن أنت إزاي تعمل حاجة زي اللي كانت موجودة دي أصلا. تجيب الشيب ده. تمام. تعمل دوران كده. تمام. ممكن نكبره شوية، نحطه هنا أو بنفس الطريقة، بس أنا بوريك الفكرة لو أنت مثلا عايز تعمل حاجة مختلفة بنفس الطريقة تعملها إزاي. طيب هندوس عليها كليك يمين. تمام. وبعدين هندوس على layer وباك تو سين عشان ترجع ورا، برضه بنفس الطريقة تدوس عليها، تدوس على العلامة اللي فوق دي علشان نغير اللون بتاعها. تمام. كده ممكن شكلها حلو. طيب لو عايزين مثلا نضيف اي حاجه، مثلا برضه elements هنا، اي حاجه انت عايزها. والميزه في كانفا ان هو كمان ممكن تعمل سيرش بالعربي. إيه مثلا ممكن عايزين نضيف اضاءه مثلا. تمام. ممكن مثلا حاجه زي دي. تمام. برضه هندوس على كلمه بوزيشن، layers، شوف دي فين، نحطها ورا الشخصيه. تمام. نبدا نقلل الشفافيه بتاعتها. تمام. ممكن نخليها كده مثلا. تمام.
انت نفترض تبدا تغير بقى وتحط اللمسات بتاعتك. ممكن هنا مثلا عند نيجي هنا elements برضو، نكتب مثلا موبايل ايكون. تمام. ممكن نجيب دي كده ندوس عليها، يلا نصغر الحجم بتاعها نحطها هنا. برضو دي هتدي شكل للديزاين، بس نظبط مكانها. ممكن ندوس على البوزيشن دي برضو بالايفون. كده ممكن شكلها احسن شوية. طيب لو مش عاجبك التصميم ده خالص، تمام، نروح على كلمة ديزاين مش elements، نرجع هنا نكتب مثلا تصميم معلم أو مدرس. بص مثلا ممكن نضيف بيج تاني، ممكن ده تصميم مختلف. حتى لو عايز تحط حاجة زي دي مختلفة ممكن تبعتها لتشات جي بي تي وتقول له عايز بروميت لحاجة شبه دي بس مختلفة. وبنيجي هنا على ماجيك ميديا برضه نحط البروميت هنا وندوس على جينيريت أجين أو جينيريت عامة. تمام. فهيظهر لك صورة تانية بتحطها بدل دي. عايز تغير ممكن الشيب ده، تغير برضو الشيب ده، الألوان، النصوص، كل الكلام ده. طيب برضو ممكن نشوف حاجة تانية، ممكن مثلا تصميم، مثلا ممكن مطعم. فاهم؟ لو انت مثلا عندك حد برضو من معارفك عنده مطعم، الكلام ده ممكن تعمل له تصميمات وتعرضها عليه، تقول له مثلا ممكن اعمل لك التصميمات دي والكلام ده. لو عندك صور مثلا لحاجات من المطعم بتحطها. ما عندكش مثلا برضو بتشات جي بي تي او من بنترست او اي مكان تقدر تجيب منه صور بجودة عالية. تحط الصور في الديزاين، تغير زي ما قلنا الايكونز، النصوص، الكلام ده كله. بص في تمبلتس لكل حاجة ممكن تتخيلها، فاشن، فود، سمر. ممكن مثلا نجيب سمر مثلا نشوف الحاجات، مثلا حاجات زي دي. تمام. في برضو حاجات اللي هو الرحلات، المصايف، الشواطئ، الكلام ده كله. ناس بتأجر شاليهات أو شقق والحاجات دي كلها. عندنا أفكار كتير ممكن نعملها وكلها حاجات بجودة عالية جدا واحترافية. ونقدر في الآخر نعملها مثلا في دقايق، ومش هتكلفنا كتير ولا مش هتكلفنا حاجة أصلا. بس ممكن في بعض الحاجات في الأكونت البرو، فأنت محتاج تشترك في أكونت برو أو حد مثلا معاه أكونت برو يقدر يدخلك في التيم بتاعه. وبرضه لو معرفتش كلمني وأنا أقول لك إزاي ممكن تعمل ده. سيب لي كومنت وأنا هقول. وما تنساش تشترك في القناة، تعمل لايك للفيديو لو عجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.